السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكل متابعي قناة الملكة سوسن النجار. والنهاردة أمثال حياتنا، حكاية مثلنا النهاردة على راسه ريشة، وهنعرف أصل المثل وحكايته إيه. أهلا ومرحبا بكم. لا شك أن سمعنا هذا المثل العربي المشهور الذي يستخدم للدلالة على الشخص الذي يحظى بمعاملة خاصة وتميزه عن غيره من الناس. وتعود قصة هذا المثل إلى رجل فقير في إحدى العصور القديمة، سرقت كل دجاجاته التي كان يربيها من أجل أن يبيعها ولتربح منها. وقد تكرر هذا الأمر لدرجة فاقت الحد، فذهب هذا الرجل الفقير إلى شيخ المسجد لوجوده بقريته، وشكى إليه من السرقة المستمرة لدجاجاته. فأجابه الشيخ بأنه سيكتشف له ويكشف له غدا عن السارق. وبالفعل جاء اليوم التالي، وكان يوم جمعة، وقد اجتمع رجال القرية جميعا من أجل الصلاة. ولا زالت آثار الريش على رأسه، فمسح اللص رأسه بسرعة من بين جميع المصلين، فانكشف أمره بسبب غبائه. وذا الشيخ وقد أشق منه بعد مثل من على رأسه ريشة، شق منه مثل آخر بطحة، يعني على رأسه بطحة يحسس عليها، اللي على رأسه بطحة يحسس عليها، للدلالة على أنه من يحط ومن يخطأ في حق الآخر فسيكتشف أمره بنفسه بسبب توتره، ليصبح أهم وأشهر الأمثال الشعبية المتداولة في وقتنا هذا. أشكركم على حسن استماعكم، ولكم مني وافر الاحترام. كانت معكم إعداد وتقديم البرنامج الشاعرة والأديبة سوسن النجار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.